الصراع مع الاتحاديات الأجنبية حول اللاعبين ذوي الجنسية المزدوجة لم يكن وليد اللحظة، وإنما هو صراع نزالي بين الجامعة الملكية المغربية وباقي الاتحاديات الأوروبية، فهناك من ربح وهناك من خرجنا منه بخفي حنين، خصوصا قبل حقبة فوزي لقجع وما وراء، كخالد بولحروس وابراهيم فلاي وعادل الرامي ومروان فيليني وناصر الشاذلي، والقائمة طويلة. وهناك من ربح كعبد الصمد الزلزولي وإلياس خماش وأمين عادلي، وأبرزهم إبراهيم عبد القادر دياز. في المقابل هناك فئة فرض عليها أن تلعب غصبا تحت لواء المستعمر الفرنسي كالعربي بن مبارك وعبد الرحمن بن محجوب، وهناك فئة أخرى أكن لها كل الحب والاحترام لكونها اختارت بلد أجدادها دون أن تجعل الجامعة الملكية لكرة القدم طرف نزاع مع بلد النشأة، بل قطعت الطريق من الوهلة الأولى كمصطفى حاجي ومبارك بوصوفة وحكيم زياش وأشرف حكيمي وآخرون، وصولا إلى شمس الدين الطالبي. Daar heeft Van Aken de ruimte gezien en is Kosemans gezien en is er een doelpunt van Shams Talbi. ولد شمس الدين الطالبي يوم 9 مايو 2005 في مدينة سامبرفيل البلجيكية من أب مغربي ذو أصول سوسية يدعى عبد الله الطالبي، ومن أم بلجيكية تدعى إفلين كاسيو. كانت انطلاقته الكروية في ناد صغير يدعى تويبس قبل أن ينضم إلى أكاديمية كلوب بروس سنة 2015 وهو لا يبلغ من العمر سوى 10 سنوات. ترعرع هناك وتدرج في جميع الفئات السنية، وكان دائما ما يلعب مع الفئة الأكبر منه سنا نظرا لسرعته وقوته البدنية، الشيء الذي كان يخول له حمل قميص منتخب بلجيكا، حيث حمل قميصها تحت 15 سنة و17 سنة و18 سنة، ولم يكن يكتفي بالحضور فقط بل كان لبنة أساسية وأمل بلجيكا في المستقبل. ونظرا لموهبته التي كانت تفوق أقرانه، ألح مدرب كلوب بروج آنذاك نايك هاين على تصعيده الموسم الماضي إلى الفريق الأول، فكانت أول مباراة له أمام نادي كورتريك، لكن لسوء حظه دشنها بخسارة. الحظ العاصر لم يقف هنا، بل إن شمس الدين الطالبي في مباراته الرابعة أصيب بتمزق في أربطة الركبة، إصابة أنهت موسمه الأول بعد 315 دقيقة فقط، وأبعدته عن الملاعب لمدة 8 أشهر. لكن رغم ذلك توج بالدور البلجيكي وأنساه لقبه الأول غصة الإصابة. العودة من الإصابة تستلزم فترة نقاهة، لكن شمس الدين كسر تلك القاعدة بمجرد ما عاد إلى الميادين، حيث استهل بتمريرة حاسمة أمام رويال يونيو وأردفها بهدف أمام كورتريك، النادي الذي أصيب أمامه الموسم الماضي، وآخر أمام نادي أندرليخت، ثم منح تمريرة حاسمة أمام نادي سينت. وكلما ازدادت المباريات إلا وأشرقت شمس الطالبي، حيث بصم على أول ثنائية له أمام نادي دندر، ثم عاد مرة أخرى وساهم في إياب البطولة البلجيكية بهدف أمام رويال يونيو وتمريرة حاسمة أمام أندرليخت، فأصبح ولا زال شمس الدين الطالبي أصغر لاعب مساهمة في الدوري البلجيكي، ناهيك على أنه توج بجائزة أفضل لاعب لشهر فبراير. هذا على المستوى المحلي. أما قاريا، منح شمس الدين الطالبي وفي أعرق مسابقة نواديا تمريرة حاسمة أمام نادي أتلانتا الإيطالي في إياب دور 16 من خروج المغلوب، وساهم بقسط وافر بفوز فريقه على أرضه بثنائية مقابل هدف يتيم لأبناء الطليان.
ناهيك على أنه توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة كأول مرة في مسيرته الكروية. إبداع صاحب 19 عاما لم يتوقف عند هذا الحد، بل ضرب طلنطا في الإياب بثنائية على أرضهم وأمام جماهيرهم. الأول جاء بعد 121 ثانية فقط، وهو أسرع هدف لكلوب روج في دوري أبطال أوروبا، بل إنه أسرع هدف للاعب مغربي في كأس الأذنين، محطما رقم مواطنه أسامة الصحراوي الذي سجل هدفا بألوان ليل الفرنسي أمام نادي فاينورد في 6 دقائق فقط. ناهيك على أن الطالبي أصبح رابع لاعب في التاريخ يسجل ثنائية في مباراة إقصائية من دوري أبطال أوروبا قبل عيد ميلاده ال20، بعد الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند والإيطالي نيكولا زانيلو ب19 عاما و285 يوما. كل هذه الأرقام جعلته ضمن تشكيلة مثالية لإياب دور 16 من خروج المغلوب، ناهيك على أنه توج مرة أخرى بجائزة أفضل لاعب في المباراة. ثنائية شمس الدين الطالبي لم تكن حديث الساعة في أوروبا وبلجيكا فقط، بل كانت نقطة أفاضت الكأس بين الجامعة الملكية لكرة القدم والاتحادية البلجيكية ونيرانها. بدأ لهيبها مباشرة بعد مباراة أتلانتا، حينما سئل الطالبي عن المنتخب الذي سيحمل ألوانه، فكان رده يميل لبلد أجداده، حيث قال وبالحرف الواحد: لقد تواصلت مع الجامعة الملكية لكرة القدم، لكني لم أختار بعد بين المغرب وبلجيكا. سأتخذ القرار الصحيح رفقة عائلتي وخاصة مع والدي. ونفس الاتجاه صار عليه بعد المباراة في حواره مع إحدى الإذاعات البلجيكية. هل لديك خيار تم اختياره؟ أنا على اتصال مع كلا البلدين ولم يتم الاختيار بعد، ولكن لقد فكرت في الأمر قليلا. علينا أن نرى مع العائلة كيف أشعر بشكل أفضل، ومن ثم سنرى هل تواصل معك الاتحاد المغربي لكرة القدم؟ نعم بالطبع، قلت ذلك. المغرب بلد كبير وهو مهم بالنسبة لي مثل بلجيكا أيضا. لقد قضيت كل إجازاتي في المغرب، أنا أقرب إلى عائلتي المغربية بطبيعة الحال، ولكن هذا لن يحل المشكل. أريد فقط أن أرى المكان الذي أشعر فيه بأفضل حال. سأنظر في الأمر مع عائلتي وخاصة أبي، سوف نقوم بالاختيار الصحيح. الاختيار القلبي أم العقل؟ إنه أمر معقد لأنك من بلدين، فأنا ولدت في بلجيكا وأمضيت حياتي كلها هناك. أشكر جزيل الشكر على ذلك. حتى بالنسبة لي يبقى الأمر يتعلق إلى حد ما بالأصول والعائلة، فمن الصعب أن أشرح لك ذلك، لكن ماذا؟ تصريح شمس الدين الطالبي أثار الفزع في الأوساط البلجيكية، فبدأ الاتحاد البلجيكي في شخص رئيسي فينسنت مانارت يمارس ضغوطاته على شمس الدين الطالبي، لا سيما وأن تصريحه كان يميل لبلد أجداده، إلا أن بلجيكا كانت أملها كبيرة في رئيسي مانارت من أجل إقناع الطالبي في حمل قميص الشياطين الحمر، بحكم أن هذا الأخير كان رئيسا سابقا لنادي كلوب روج ما بين فترة 2011 و 2022. كما أن الإعلام البلجيكي هو الآخر لم يظل مكسوف الأيدي، بل خصص العشرات من الحلقات حول الطالبي مارس من خلالها ضغوطاته بكل ما أوتي من قوة. Bon, les diamants bruts qui ont été polis en Belgique s'en vont. Moi j'ai un problème en fait avec ces joueurs qui sont nés en Belgique. Donc j'ai du mal, j'ai eu l'expérience aussi. J'aurais pu aussi à un certain moment choisir la nationalité italienne, mais par respect par rapport à ce que la Belgique a apporté à ma famille, à mes grands-parents, moi j'ai choisi pour la Belgique. Et ça, ce que je trouve un peu... Je me pose la question en fait du pourquoi. Qu'est-ce que leur pays, enfin celui qu'ils ont choisi, leur a déjà apporté pour pouvoir dire ok, je vais rendre service à ce pays-là. Pour moi, la Belgique... وبما أن الضغط يولد الانفجار،
خرج عبد الله الطالبي والد شمس الدين لحماية مسيرة ابنه من هذه الضغوطات البلجيكية، فانفجر على اتحادها ووضعهم أمام المرآة قائلا بعد إصابة ابني بتمزق في الرباط الصليبي: لم أتلقى أي اتصال من قبل مسؤول الاتحاد البلجيكي، على الأقل من أجل الاطمئنان على صحة ابني، فمن غير المعقول أن يتم تجاهله بتلك الطريقة. إن الأمر كان محزنا للغاية. في المقابل تلقى ابني اتصالات من قبل الجامعة الملكية لكرة القدم، وكذلك من مدربي منتخبي المغرب تحت 20 سنة و23 سنة، بل حتى في فترة النقاهة تواصل معي مسؤولي كرة القدم المغربية ووجهوا لابن الدعوة في عدة مناسبات من أجل زيارة مركز تدريبات أسود الأطلس هناك بالمعمورة. ومن أجل إنقاذ شرف الكرة البلجيكية خرج رئيس الاتحادية فينسنت مانارت تحت شعار نصف خسارة أفضل من خسارة بتصريحات انهزامية قائلا: على هؤلاء الذين يحملون الجنسية المزدوجة يجب أن يخبرون أولا إذا كانوا يريدون اختيار بلجيكا. لقد ولدوا هنا وتعلموا في بلجيكا، حيث استثمرت الأندية الكثير من الوقت والطاقة. كما أكد على أنه سيبذل قصارى جهده لدعم اللاعبين الذين يختاروا بلجيكا، وكأنه يدق على شمس الدين الطالبي. كما دعا أنه سيتبنى نهجا أكثر صرامة بخصوص مزدوجي الجنسية من خلال تدابير وإجراءات صارمة، خصوصا وأن بلجيكا في شهر واحد فقدت شمس الدين الطالبي وموهبة أخرى يونانية، كما أن هناك لاعبا كاميرونيا هو الآخر فضل الكاميرون على بلد الإقامة. شمس الدين الطالبي ورغم أنه نشأ في بلجيكا إلا أن له ارتباط قوي بعائلة بيسوس. كان يقضي جميع عطل الصيفية هناك، بل كان يتمرن في شوارع أكادير، ناهيك على أنه كان دائما ما يساند المنتخب المغربي في كل تظاهرة كروية. أما إصابته لم تكن إلا سببا ليدير به ظهره لبلجيكا، وأن اختياره في شتنبر الماضي عندما غير جنسيته الرياضية، ونشر ذلك وكيل أعماله نور الدين الجباري الذي هو الآخر من أصول مغربية. كما أنني لا أراه باقيا في كلوب بروج الموسم المقبل، فأندية نابولي ويوفنتوس كانت قد أرسلت كشافية إلى بيرغامو إبان مباراة أتلانتا في إيطاليا. عموما شمس الدين الطالبي ربح كبير للمنتخب المغربي وغصة ستبقى عالقة في أذهان بلجيكا.